هو احنا ليه بقينا كده؟ نفس اللغة ونفس التاريخ ومع ذلك كل يوم خناقة شكل. ليه مش عارفين نبقى واحد؟ ده مش مرض جديد يا نفر كارع. ده فيروس قديم بيصيب الدول لما الكرسي بيبقى أهم من القضية. اللي بتشوفه في الأخبار النهاردة حصل بالكربون زمان في مكان كان جنة على الأرض. حصل في الأندلس. زمان الأندلس كانت دولة واحدة، خلافة قوية، أوروبا كلها كانت بتعملها ألف حساب. الكلمة واحدة والجيش واحد، لكن لما الفيروس ضرب الدولة العظيمة دي اتكسرت ل 22 حتة. كل حتة سموها مملكة وكل أمير نصب نفسه ملك. 22 ملك في نفس الوقت يا بابا، دول لو بيحكموا حارات مش هيبقوا بالعدد ده. ازاي ده حصل؟ حب الكرسي يا ابني. الأمير كان مستعد يحكم قرية واحدة ويفضل الملك رقم 1 أحسن ما يكون الوزير رقم 2 في دولة كبيرة. الأنانية عمتهم. عارف الكارثة فين؟ عشان الأمير يحافظ على كرسيه كان بيدفع جزية الملك أشتال العدل، بيدفع فلوس المسلمين للي بيحاربهم عشان يحميه من أخوه. خد عندك أغرب قصة. المعتمد بن عباد، ملك وشاعر عظيم، بعت جيشه يساعد ألفونسو عشان يحاصر طليطلة ويسقطها. مسلم بيساعد عدوه عشان يوقع أخوه. معقولة؟ هو مش شايف إنه لما يساعده على أخوه الدور هيجي عليه هو كمان؟ ده غباء مش سياسة. بالظبط يا نفر، التاريخ ما بيرحمش المغفلين. طليطلة وقعت وبعدها الدور جه على اللي ساعده في وقعتها. قانون أكلت يوم أكل الثور الأبيض. المعتضد، المتوكل، المنصور. أسامي تخض مش كده، بس الحقيقة المرة إنهم كانوا ملوك من ورق، ألقاب فخمة لملوك بيدفعوا الجزية، زي ما الشاعر وصفهم بالظبط، ألقاب مملكة في غير موضعها. كالهر يحكي انتفاخ صولة الأسد. يعني كانوا بيضحكوا على نفسهم وعلى الشعوب بشوية شعارات، والمحصلة صفر. القوة في الفعل مش في الهاشتاج يا بابا. وفي سنة 478 هجرية الدنيا باظت. سقطت طليطلة جوهرة الأندلس، دي راحت للأبد. ملوك الطوائف فاقوا، بس بعد فوات الأوان. طليطلة كانت الترس اللي شايل السقف لما وقعت كل الممالك اللي حواليها بقت مكشوفة، وعرفوا إن الدور جاي عليها لا محالة. يعني فضلوا يتخانقوا مين يقعد على الكرسي لحد ما العدو جه وخد الكرسي والأرض والناس. ياه، الثمن كان غالي قوي. يا نفر، الفيروس ده ملوش غير علاج واحد: الوحدة. طول ما الكرسي أهم من البلد، وطول ما الأخ بيستقوى بالعدو على أخوه، طليطلة هتقع كل يوم. فهمت يا بابا، الأخبار اللي بنشوفها دي مش جديدة، دي إعادة لمسلسل قديم ومؤلم. لازم نفوق قبل ما نخسر آخر أندلس باقية في إيدينا. بس الفرقة ما كانتش السبب الوحيد. المرة الجاية هحكي لك إزاي بدأوا يقلدوا عدوهم في اللبس والكلام ونسيوا لغتهم. اشترك في القناة وانتظر الجزء الثاني، عقدة الخواجة.